السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم منى امين. النهارده هنعمل البتنجان الامور ده بكل سهولة. هتعمليه وانت واقفة في 10 دقايق. تعالوا نشوف عملناه بكل سهولة ازاي عشان تعمليه على سفرتك في رمضان. كل سنة وانتم طيبين. تعالوا نشوف الطريقة. هنا اول حاجة قبل بقى ما نبتدي في نعمل الخلطة والكلام ده، نحط مية للسلق بس فيها شريحتين بنجر. هقولك ليه في نص الفيديو كده. البنجر هيدينا لون وجمال وفايدة في التتبيلة. تعالوا بقى نشوف هنتبل مع بعض البتنجان ازاي بعد ما يتسلق. هنا معايا انا هعمل نص كيلو بتنجان. انتي بقى عايزه تضافي الكميه انتي حره. تمام. معايا توم، معايا فلفل احمر، معايا فلفل اخضر، معايا نص حزمه كزبره. التوابل بقى هنعملها بس لما نروح نسلق البتنجان في الميه اللي بالبنجر. اهو نزلته في الميه المغليه بشريحتين بنجر واغطي عليه. يا دوبك بصي يغلي غلوه وهنطلعه بقى نبتدي نشتغل فيه. حطينا بقى كل المكونات في الكبة وهنضربهم، اللي هو الفلفل والثوم والكزبرة والفلفل الاحمر والفلفل الاخضر. وما حطيتش توابل، حطيت الملح بس، والثوم طبعا حطيته. تمام. هروح اضربهم ونشوف هنعمل ايه بعد ما نضربهم. بصي هنا حبيبة قلبي، بعد ما ضربتهم في الكبة لازم يبقى خشنين شوية مش ناعمين. حطيت التوابل. طبعا احنا حاطين ملح معاها وهي بتتضرب. هنحط كمون وفلفل اسود وشطة وكزبرة. اي توابل انت تحطيها بقى ايه او تفضليها، بس هي دي التوابل المظبوطة. هنحط ليمون. هنشيل البذرة دي وهنحط خل. الريحة اللهم بارك تحفة جدا. تمام. انا ما غسلتش الكبه. هتقولي لي ليه ما غسلتهاش؟ ان هو انت هتسيبيها كده؟ لا طبعا. هضرب فيها الشريحتين البنجر اللي احنا ايه حاطينها. هنا بعد ما البتنجان اتسلق في الميه النص سلقه. تمام. وحشيناه بالخلطه الجميله دي. حطيت البنجر زي ما انتم شايفين كده في الكبه وضربته. هننزل بيه على الجمال ده. بصي الجمال. وهنا ده شكله النهائي. بصي ريحته اللهم بارك جميلة جدا. ده بقى يقعد معاكي ممكن شهر في التلاجة. لو عملتي كمية كبيرة. انا عاملة ايه نص كيلو عشان انا وجوزي بس اللي بناكله. تمام. بصي الخلطة تحفة جدا. جربوه بنفس الطريقة وان شاء الله يعجبكم. سلام عليكم.